السلام عليكم، رحبوا معايا بضيف جديد. قال انا عايز اطلع معاك من غير ما اعمل صوت. لما اشوفه بقى يعمل صوت ولا لا. هو انا لسه ما سميتوش عامه. صح يا كوكو تقعد من غير صوت؟ ساعات كتير بنحتاج نقيم حاجات في حياتنا، لكن احيانا بنشوف حاجات بسيطه جدا ومش مهمه بالنسبه لنا. تخيل معايا لو انت بتقيس حاجه في البيت زي مثلا باب او شباك او اي حاجه عامه، انت بتقيس لقيت نفسك مزود سنتي وانت مش واخد بالك، ولما تيجي تركب الباب تكتشف ان السنتي اللي انت ما كنتش واخد بالك منه دوت هو اللي كان هيركب الباب كويس. الحياه في بعض الاحيان بتكون عامله زي السنتي ده، حاجات بسيطه جدا وبنعتبرها ملهاش قيمه، لكن لما بنيجي نواجهها بنكتشف ان السنتي ده ممكن يكون هو السبب في تغيير كل حاجه. انا هنا مش بكلمك عن الامور الكبيره بس، انا بكلمك عن اللحظات الصغيره، عن الكلمه اللي ممكن تغير مشاعر شخص، وعن القرار اللي خدته في وقت معين، وعن الليله اللي قررت فيها ما تنامش عشان تخلص شغل. اصل الحياه مش دايما عن القرارات الكبيره اللي ممكن تغير مصيرك، فاوقات كتير بيكون التفاصيل الصغيره هي اللي بتفتح لك ابواب جديده. في حاجات لو اتجهت لها ممكن تفتح ثغرات في حياتك، وفي حاجات لو قررت تركز فيها وتحترم حتى اللي مش مهم ممكن تكتشف ان هو ده اللي غير حياتك. علشان كده ما تقللش من اي خطوه انت بتعملها مهما كانت صغيره، لانها ممكن تكون مفتاح لفتح ابواب اكبر. الخلاصه ما تحاولش تقلل اي حاجه انت ممكن تكون عملتها صغيره، لانها ممكن تكون هي بدايه الطريق. سلام.